شيماء ان شاء الله يحفظك ويعطيك ما تتمناي ويحقق لك احلامك ويحفظ لك بنتك واتين وزوجك جمال ويهنيكم في حياتكم ويعطيكم ما تتمناو يا رب. ان شاء الله تجوا المكان هذا انتم ثاني. سلام حبيباتي، وش راكم؟ الزينة تاعي ان شاء الله تكونوا كامل بصحة جيدة يا رب. اراني ديما ندعي لكم بالصحة والهنا وراحة البال. وهنا حبيباتي نرحب بكم وحدة بوحدة ونقول لكم مرحبا بكم معانا في عائلتنا ولمتنا المتواضعة، راهي قاعدة تزيد تكبر. الدار راهي داركم، ومرحبا بكم في قناتي يوميات وروتينات واتين 36. حبيباتي ما تبخلوش عليا بالاشتراك في لاشين وتفعيل الجرس باه توجور يلحقكم كل جديد تاع القناة. اليوم الزينات والعذرات تاعي ما جيتكمش بيديا فارغين، راح نشارك معكم فرحتي ودرتها لكم مفاجأة. على بالي كاينين اللي راح يفرحوا لي وراح يدعوا لي من قلبهم، وكاينين راح يقولوا لنا وعلاها خبيتي علينا. دوك نجاوبكم على هذا السؤال في الفيديو هذا. انا حبيباتي بعد ما نصت وغسلت وجهي وصليت صلاتي، كنت وجدت الفطور ليا وللزوج والبنتي. كما راكم تشوفوا راهو كل واحد فينا واش يحب يفطر. كما الزوج يشرب قهوه حليب وقهوه، وبنتي تشرب غوفريت وفيتاجي، وانا كل مره وكيف كاس جي كاس قهوه. الشيء اللي كاين عندي ليسونسيال نفطر باه ما يطيحليش الحديد ولازم نكون بصحه جيده. هنا حبيباتي كما شفتوا في بداية الفيديو راني بديته لكم بدعاء من مكة، كان وصلني من مكة المكرمة، كانت بعثته لي أخت صديقتي نقولها ربي يحفظك. كانت وصلتني أجمل 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 وأحسن هدية في حياتي، إنه يوصلك دعاء من بيت الله. إن شاء الله نوصلوا لها كامل، قولوا آمين في لي كومنتار كامل. انا كما تشوفوا بعد ما فطرت وغسلت هذوك الماعن تاع الفطور، هنا كانت عندي خرجه خفيفه، كانت عندي ندي لي زاناليز تاعي للطبيبه تاعي. هنا واش نستعمل قبل ما نخرج؟ هنا عسولات يسامحوني على الحس هذا، راهي الكلاكسو تاع اللي يبيع الماء. راني نستعمل هذيك كريمه سولي تاع فارماميل، هذيك مليحه ياسر، وندير اونتي ساغن، وهذاك المورد تاع الشفاه والخدود، والستيك هذه تاع بيبي باودر الغوز، هذه ننصحكم بها، راهي ما تخليكمش حاشاكم تعرقوا، ما تخليش العرق يخرج لكم، ننصحكم بها. ونستعمل هذا لوبريم تاع فاليريا، هذه الغوزي. هنا راني خارجه ومتوكله على ربي. وانتم حبيباتي واش راكم دايرين؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله في احسن الاحوال. هنا حبيباتي اعذروني على صوتي، راني مريضه باللاغريب في حاله. هنا كانت واحد السخانه ما نحكي لكمش. هنا ديريكتومون انا واختي كنا حكمنا طاكسي من الدار للطبيبه ديريكتومون، ماهوش نهار تاع تمشي على رجلك. كما راكم تشوفوا راني هايزه الدوسي في يدي. وهنا اكره حاجه عندي كي نروح للطبيب مالغري تكوني حاكمه رونديفو، اكره حاجه عندي انه تقعدي تستناي. هنا بعد ما كملت عند الطبيب كنت شريت حوايج اللي ناقصيني، شريت اللوبيا، الحمص، مقارون، فرماج هذا تاع شيزي، محمصه تموت عليها بنتي بالحليب، فرينه، سميد، غاتو، سكر، لانه كانت عندي حوايج شريت غير الحوايج الاساسيه، مايونيز، يايورت، هذه بيكربونات راح نحتاجها ونشارك معكم واحد الوصفه. هذا الفرماج تاع لويا كانوا شكروه لي، الطون تاع الطوماط وتاع الزيت، وشريت هذاك بتي فور ايضا كان خلاص لي لانه شريته خطره وعجبني وليت مدمنه عليه. شريت هذا المعقم وصانيبو بطبيعه الحال، وهذا جل دوش وشامبو في نفس الوقت البنتي، فيه واحد الريحه تهبل، ولين جات بطبيعه الحال، والحليب. حبيباتي يقولوا لي نتوما تاني هذا الحليب راه مقطوع عندكم ولا لا؟ الزيت. وكي روحت ديريكتومون هنا كنت موجده كلش،
غير قصيت البطاطا الى دوائر، كنت قشرتها وغسلتها وخليتها في الماء، وهنا غير روحتها قصيتها باه نقليها لانه درت غدا خفيف. كما تعرفوا حالة واحد يروح من عند الطبيب، لانه روحت كملت شغلاتي بكري، هبطت على 7:30 9:30 ولا 10 روحت للدار. درت معاه الحوت. كما على بالكم الحوت راهو ديما نحبوا ناكلوه مع الفريت. بالنسبه للحوت كنت غسلته من قبل ودرت له الدرسه وحطيته في الفريجيدير اللي راح نستعمله اليوم، حطيته في الفريجيدير. وتاع باقي الايام حطيته في الكونجيلاتور بطبيعه الحال في بورتمونجي، هكاك راح يقعد لكم جديد. انديري عفوا شريتوه هذاك النهار. هنا كنت جبت الكميه غير اللي راح نستعملها، وزدت رشيت عليها عصرة عقارص. هنا ما درتلوش الفارينه، كنت صبيت له 2 قطرات تاع زيت برك وخليته يتقلى على نار قليله، راح يجيكم بنين. وبالنسبه للدرسه راني شاركتها معاكم واش راني نستعمل فيها. وهذا هو الغداء تاعنا البسيط مع شويه جازوز. الحمد لله على النعمه. هنا حبيت نقول لكم برك بالنسبه لهذا الحوت، راني ما شريتوش، راهو كان صيد الزوج. وهنا عسولاتي رانا وصلنا في الفيديو المنتظر. هنا نخليكم مع هذا المقطع تاع الفيديو. شائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. واخيرا جيت نشارك معاكم خبر حملي. الحمد لله يا ربي يكمل لي بالخير ونسلك انا والبيبي بصحه وسلامه. على بالي الاغلبيه راح يفرحوا لي ويدعوا لي، والاغلبيه فيكم راح يقولوا لي وعلى خبيتي علينا. دوك نجاوبكم على هذا السؤال. وانا تاني مانيش نسيتكم، ربي يفرحكم كامل، واللي ما عندهاش الاولاد ربي يرزقها الذريه الصالحه يا رب عن القريب العاجل، واللي ما هيش متزوجه ربي يرزقها برنوس الستر ايضا عن القريب العاجل. واللي عندها اي دعوه تبعثها لي في الانستغرام ولا في لي كومونتير تخليها لي، ان شاء الله نهار راح نجي نزيد نكتبكم كامل في ورقه، ونهار اللي سهل عليا ربي ندعي لكم كامل وحده بوحده. واللي تقرا ربي ينجحها في سواء بيوم ولا سيزيام ويوفقها في مسيرتها الدراسيه، واللي متمنيه وعندها حاجه في قلبها ربي يحققها لها عن القريب العاجل، ربي يسهل لكم كامل. انا حبيباتي السبب اللي خلاني نخبي عليكم في مسيره حملي، في الاول كنت ديما مريضه وتاعبه كما على بالكم مع التربيه تاع بنتي، هي تاني مازال صغيره. جاتني في البدايه صعيبه ومن بعد بديت بشويه حتى لهزيت روحي وبديت نوالف. وتاني حاجة اعتبرته أمر خاص، ما هيش حاجة ضرورية اللي نحطها في القناة. مي كما تعرفوني نحبكم وما نحب نبخل عليكم حتى حاجة، نحب نبارطاجي معاكم كلش باه ما تقولوش خبيتي علينا ولا كذبتي علينا، لأنه كاين أمور لازم نخبوها ومع الوقت يجي نهارها ونشاركوها مع الأحباب العزاز علينا. كما هذه الأمور نصرحوا بها غير للناس الأقربون، خاصة في الواقع اللي رانا عايشينه. أغلبية الناس راهم ولاو يحقدوا على بعضهم، مي أنا مانيش من هذا الصنف. هنا كما شفتوا نورمالمون راكم عرفتوا
باللي راني حامل. ربي يثبت لي حملي، وربي يكمل لي على خير، ونولد على خير انا والبيبي. وهنا حبيباتي نتمنى منكم حاجه، اذا عجبكم هذا الفيديو كما على بالكم راني ما نبخل عليكم حتى في حاجه، راني نشارك معاكم في ادق التفاصيل. يا لو كان حبه حلوه تفرحني نجي نشاركها معاكم. كونوا نتوما عند حسن ظني، وبارطاجيوا لاشين تاعي مع كامل حباباتكم وصحاباتكم واخواتاتكم باه تكبر العائله تاعنا. وإذا كنتوا مهتمين خاصة بالأمهات الحوامل واللي عندهم أول حمل ليهم، إذا كنتوا مهتمين دوك نشارك معاكم تحضيرات ومشتريات ليا وللبيبي، وتحضير حقيبة الولادة ليا وللبيبي، وش راح ندي معايا اللوبيطال، الحوايج الأساسية والضرورية اللي راح نديهم معايا. والغلطة اللي غلطتها كي كنت نحضر في حقيبة الولادة في بنتي مانيش حنزيد نغلطها المرة هذه، لأنه العبد من حاجة لحاجة يدي خبرة، ومن بعضنا رانا نتعلمو، لأنه ربي سبحانه مخلقناش كامل نعرفو كلش، هذا يوري لهذا. وبطبيعة الحال أصحاب الانستغرام راهم على بالهم بكلش. إذا كنتوا مهتمين وتحبوا تتواصلوا معايا التم راني توجور اكتيف، ماشي كيما لاشين مرة على مرة نطلع عليكم التم، راني نشارك معاكم لي فلوق يومياتي كامل. وهنا حبيباتي نكونوا وصلنا في نهاية هذا الفيديو. إذا كنتوا مهتمين تبعوني في الفيديو القادم.